في حاجات بتحصل حوالينا غريبة ومش مفهومة. ناس بتسأل وناس بتخاف تسأل، بس هنا احنا بنقرب وبنشوف الدنيا من زاوية مختلفة. انا عصام الجندي ودي قناتي، وهنا هتسمع اللي محدش بيقوله وتشوف اللي الناس بتتجاهله. علم، غموض، ونظريات هتخليك تعيد تفكيرك في كل حاجة كنت فاكر انك فاهمها. لو بتحب الغريب، لو عقلك دايما بيدور على سبب ورا كل حاجة، يبقى المكان ده معمول عشانك. اضغط سبسكرايب وتعال نغوص في المجهول من زاوية مختلفة، بس خليك لابس الحزام علشان الرحلة دي مش عادية. في أماكن في العالم لما تسمع اسمها بتحس إنك دخلت فيلم غموض، أما لما نقول مثلث برمودا ساعتها بقى الخيال بيبدأ يشتغل. طيارات بتختفي وسفن بتتبخر وإشارات استغاثة ما بتوصلش، بس يا ترى ده كله صدفة ولا في حاجة إحنا مش شايفينها؟ في حلقة النهاردة من زاوية مختلفة هنبص على مثلث برمودا، مش من الكتب ولا من الأفلام، هنبص عليه بعين الشك والبحث والخيال. يلا بينا نبدأ. منطقة في المحيط الأطلسي على شكل مثلث بين ميامي في فلوريدا، جزيرة برمودا، وبورتوريكو. المكان ده اتسمى بمثلث الشيطان، مش عشان بس الناس بتختفي فيه، عشان مفيش تفسير واحد محدد ثابت لأي حاجة بتحصل هناك. أول القصص اللي اتشهرت كانت سنة 1945 لما 5 طيارات حربية أمريكية اختفوا وهم بيعملوا تدريب عادي. الطيارين كانوا بيتكلموا عادي جدا، بعدين بدأت الرسائل الغريبة. البوصلات بيضة، مش شايفين الأرض، شكلنا في مكان غلط. وبعدين صمت. الطائرات اتبخرت، والمهمة اللي خرجت تدور عليهم هي كمان اختفت. ومن هنا بدأت أسطورة مثلث برمودا. بس تعال نبص من زاوية مختلفة. هل فعلا المنطقة دي فيها قوة خارقة، ولا الموضوع كله تهويل إعلامي وتكرار حوادث عادية؟ في باحثين قالوا إن السبب ممكن يكون غاز الميثان اللي بيطلع من قاع المحيط وبيعمل فقاعات ضخمة تقدر تبلع سفينة كاملة. وفيه اللي قال إن الجو هناك بيتغير فجأة والعواصف بتتشكل في لحظات. يعني ممكن طيارة تطير في جو صافي وفجأة تدخل إعصار ما تسجلش حتى على الرادار. بس الغريب بقى إن في تقارير بتقول إن عدد الحوادث في مثلث برمودا مش أكتر من أي مكان تاني في البحر. يعني المنطقة مش مرعبة قد ما هي مشهورة. في كمان نظريات خيال علمي، ناس قالت إن دي بوابة لعالم تاني أو مكان فيه موجات كهرومغناطيسية بتقطع التواصل، وفي ناس قالوا إنها قاعدة سرية للكائنات الفضائية. كل ده وارد، ولا إحنا كبشر بنحب نصدق الغريب ونرفض التفسير العادي؟ في كابتن طيران قديم قال إن كل مرة كان بيعدي من مثلث برمودا كانت الأمور عادية جدا ومفيش أي حاجة تستحق الذكر. وفي ناس تانية بتقسم إنهم شافوا أضواء غريبة أو حسوا بحاجة مش طبيعية هناك. اللي يخلي الموضوع معقد إن الحوادث فعلا حقيقية. ناس اختفوا وسفن اختفت وأجهزة ما اشتغلتش، بس السبب لسه مش محسوم. خليني أسألك، لو في مكان فعلا فيه قوة خارقة، هل الحكومة هتقول عليه حاجة ولا هتسكت وتسيب الناس تعيش في الغموض؟ ومين المستفيد من إن الناس تفضل مصدقة إن في مثلث بيبلع الطيارات؟ الصحافة؟ شركات الإنتاج؟ ولا خيالنا الجامح اللي بيحب يهرب من التفسير المنطقي؟ يمكن مثلث برمودا مش المكان اللي فيه الخطر، يمكن الخطر الحقيقي في دماغنا، في خوفنا من المجهول، وفي رغبتنا الدائمة إننا نصدق إن في حاجة أكبر مننا مسيطرة علينا ومحدش فاهمها. بس لو ركزت هتلاقي إن كل التفسيرات ليها منطق وكل القصص فيها فجوة. في النهاية مش مهم تكون صدقت إن مثلث برمودا فيه سر، ولا إنك شفت كل حاجة فيه من زاوية منطقية. المهم إنك تفكر وتحلل وتبص للحكاية من أكتر من جانب. الغموض عمره ما كان عيب، لكن الاستسلام ليه هو ده السؤال. لو عجبتك رحلتنا في الغموض النهاردة، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل الحلقات الجديدة من برنامجنا من زاوية مختلفة. واكتب لنا في الكومنتات، هل تعتقد إن مثلث برمودا مجرد خرافة،
ولا فعلا في حاجة مش مفهومة بتحصل هناك؟ استنونا في الحلقة الجاية ونقول كل حكاية وراها زاوية وكل زاوية وراها حكاية. وبس يا صديقي، دي كانت نهاية الفيديو. سلام.